عن قصة حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رجلا داخلا إلى مجلس والرسول صلى الله عليه وسلم خارجا منه، فقالت قريش لذلك الرجل: مع من كنت واقفا؟ فقال: كنت واقفا مع الأبتر، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والأبتر باللغة تعني مقطوع الذكر، أي الذي انقطع ذكره بعد موته، أي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد عنده أولاد ليحملوا اسمه. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن شانئك هو الأبتر، أي أن عدوك يا محمد هو الأبتر مقطوع الذكر. الآن انظر بتمعن، الرجل الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبتر يسمى العاص بن صهيب. هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ هل يذكر هذا الرجل؟ هذا الرجل انمحى وانقطع من الوجود ومن التاريخ، ولو بحثت عنه في كتب التاريخ لن تجد له أي معلومات، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر رجل يذكر في الوجود، فهو يذكر في اليوم 5 مرات في الآذان في كل بلاد العالم، في كل مدن العالم، في كل مساجد العالم، وأنت كشخص تذكره على الأقل في اليوم 5 مرات في التشهد. أنا حبيت أعمل إحصائية بسيطة وأشوف عدد مرات ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم. عندك 3.5 مليون مسجد حول العالم، نضرب في 5 عدد مرات الأذان، في 5 عدد مرات الإقامة، بيطلع عندك ما يقارب 90 مليون ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من المساجد في اليوم الواحد. وعندك 1.6 مليار مسلم حول العالم في 5، بيطلع عندك 8 مليار مرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم، وهذا رقم تقريبي، 8 مليار و90 مليون مرة. عدد خيالي جدا. هذا الرقم لو جيت تكتبه على ورقة 1 2 3 4 بدك تقريبا 200 سنة تتخلصه، وهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في اليوم الواحد. وهذا رقم يعني معياري، لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أكثر من هذا بكثير، ولكن نحن أخذنا أقل قيمة. لذلك فالفكرة من الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده الصالحين، فدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنك أنت أيضا. فتفكر الآن كم من مصيبة كنت تستقع فيها لولا لطف الله فيك. لذلك شعار كن مع الله ولا تبالي يستحق أن تجعله شعارك في الحياة، ويستحق أن تكتبه على أحد جدران غرفتك.